لم يأتي تتويج النصر بلقب الدوري السعودي لكرة القدم للمرة السابعة في تاريخه من فراغ، بل لنتاج عمل احترافي خلال الموسم الحالي. العالمي حقق لقبين من أصل ثلاثة نافس عليها هذا الموسم، إذ استطاع تحقيق كأس ولي العهد من أمام غريمه الهلال، وأيضا حسم لقب الدوري بشكل رسمي قبل خط النهاية بجولة، وابتعد عن أقرب منافسي غريمه اللدود التاريخي الهلال ب4 نقاط. النصر أحرز لقب الدوري إثر فوزه في 20 مباراة وتعادل في 4 منها، وكانت خسارته الوحيدة أمام الهلال الذي حرمه من تحقيق رقم قياسي في عدد مرات الفوز المتتالية، وأيضا تحقيقه للدوري السعودي من دون أي خسارة. وإذا نظرنا للنصر فنيا نجد أرقاما هائلة، إذ قدم لاعبوه مستويات لافتة سجلوا من خلالها 59 هدفا كأقوى خط هجوم في دوري عبد اللطيف جميل السعودي، وولجت شباكهم 20 هدفا كأقوى خط دفاع. بالأرقام النصر يستحق الجمع بين اللقبين كأس ولي العهد والدوري السعودي. جماهيريا هم الأول، فنيا هم الأفضل، إداريا هم الأميز. واختصارا لهذا الموسم، شمس النصر أخفت الجميع بلا استثناء.